التعامل مع الارقام من اهم الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها وبتعرف تستخدمها. المثال اللي قدامي هو عباره عن قاعده بيانات للكلاينتس بتوعي، محطوط قدام كل واحد منهم السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعه او الرقم التاميني ورقم تليفونه ومرتبه والاكونت بالانس اللي ما بيننا وما بينه. ومطلوب مني دلوقتي ان انا ابدا اظبط الارقام عشان خاطر تطلع بشكل كويس وتريح العين وتبقى مناسبه واحنا شغالين عليها شكلها كويس. تعالوا نبدا نشوف اول حاجه السوشيال سيكيورتي نمبر ازاي نبدا نظبطه. هنعلم على كولوم بي، بعد كده نخش على فورمات سيلز وندوس كنترول 1. هندخل هنا على تاب نمبر، بعد كده منها على سبيشال. نتاكد ان انا اللوكيشن هنا هو انجلش يونايتد ستيتس، وهختار من هنا السوشيال سيكيورتي نمبر وهدوس اوكي. مرة واحدة كده هلاقي هاشتاجز كتيرة ظهرت لي. طيب هل كده معناه ان العمود باظ؟ لا طبعا، هو بس محتاج يكبر شوية. فبنيجي كده عند الخط بتاع اسم العمود وبس بندوس دبل كليك، بنلاقي الارقام التأمينية ظهرت لي بس بقت بشكل مختلف، متقسمة 3 ارقام داش رقمين داش 4 ارقام. ده الفورمات بتاع الامريكان. فرضا على نفس السوشيال سيكيورتي نمبر، انا ارقامي بتتقسم 3 ارقام 3 مش عايزهم 3 2 4. وبرضه ممكن استخدمها في ارقام التسجيلات الضريبيه بتاعه الشركات اللي عندنا هنا في مصر. نعملها ازاي؟ نعلم على العمود بي، كنترول 1 فورمات سيلز، بس المره دي هخش على كاستم. نيجي هنا كده هنلاقي 3 اصفار يعني 3 ارقام، شرطه صفرين يعني رقمين، شرطه 4 اصفار يعني 4 ارقام. كل اللي انا هعمله ان الاربعه هنا دي هدلت منها 1 وهحط 0 تالت في النص وهدوس اوكي. هلاقيها اتقسمت 3 وهو ده اللي انا عايزه. طيب ارقام التليفونات، تعالوا نشوف ارقام التليفونات. نعلم على عمود سي، كنترول 1 فورمات سيلز، بعد كده سبيشال ومنها نختار فون نمبر وندوس اوكي. نعمل فيتنج للكولوم، هنلاقي الارقام ظهرت كده، اول 3 ارقام ما بين قوسين، بعد كده مسافه 3 ارقام داش 4 ارقام. طيب كتير قوي بقى في ارقام التليفونات بتاعتنا واحنا بنيجي نكتبها بيبقى فيه شويه مشاكل، زي مثلا الزيرو الاولاني كمان انا عايز اطلعها بنفس الشكل ده. نعملها ازاي؟ تعال نشوف. انا هنا هكتب رقم تليفوني، بمجرد ما كتبته الصفر الاولاني راح. كمان انا عايز انسقه ان ال3 ارقام بتوع الشبكه اللي انا بشتغل عليهم يتحطوا ما بين قوسين، وعايز ابدا اظبطه شويه. هقف على الرقم كده كنترول 1 فورمات سيلز، هنزل على كاستم ونمسح كلمه جنرال دي. احنا في مصر هنا ارقام التليفونات 11 رقم، فبكتب 11 صفر لحد ما الاقي ان السامبل بتاعي هنا ظهر لي 015. بعد كده اول 3 اصفار او اول 3 ارقام هم اسم الشبكه، فباجي هنا كده بقوم جاي عامل قوس عند الزيرو التالت كمان بقى في القوس، بعمل مسافه هيتبقى لي 8 ارقام. ممكن كده ما بين 4 و4 اعمل داش ادوس اوكي، الاقي الرقم ظهر لي بالشكل ده. وبكده نكون قدرنا نتغلب على مشكله كتابة الارقام التليفونات بتاعتنا. بعد كده يجي السالري، ببص كده للمرتب، انا واحد ما بعرفش اقرا ارقام كويس، فانا عمال محتار هو ده 4000 ولا 425000 ولا ايه بالظبط ده. فانا عندي طريقه سريعه جدا، بعلم على العمود دي كده، بعد كده بعمل كوما، بلاقي ان الارقام اتحولت لي بالشكل ده، معموله كوما ستايل، يعني في كوما، الموضوع سهل القراءه. كمان اقدر اضيف عمله زي الدولار مثلا، يبقى انا فاهم ان ده كده دولار. كمان عندي عملات كتيره جدا، لو انا عايز اضيف اي عمله منهم نعلم على العمود اللي فيه الارقام ونيجي هنا كده عند علامه الدولار لحد ما نلاقي حاجه اسمها accounting number format ونختار more accounting format. نيجي هنا كده مثلا ممكن نلاقي او نعمل سيرش على الاي جي بي اهو، هلاقي كده ان ده بالجنيه المصري. كمان ممكن اختار الاس اي ار اللي هو الريال السعودي، خلينا نستخدم الاي جي بي وندوس اوكي، هنلاقي الارقام اتحولت الى الجنيه المصري. دلوقتي انا عندي الاكونت بالانس فيه ارقام بالماينس كتير ومحتاج ان انا اميز الارقام اللي بالماينس دي. هنقف كده على الاكونت بالانس كنترول 1 فورمات سيلز ونخش على النمبر، هلاقي هنا عندي كذا شكل الاشكال الارقام السالبه، زي مثلا اللي هو يفضل قدامه سالب، او ان هو يتحول للون احمر، او اللي هو يتحط ما بين قوسين، او ان هو يتحط ما بين قوسين ويبقى لونه احمر. فانا هختار ده كده. كمان هستخدم اليوز 1000 سبريتر عشان اعرف اقرا الارقام بسهوله وبدوس اوكي، بلاقيه يتحول بالمنظر ده. يبقى انا كده دلوقتي قدرت اعرف او قدرت اغير شكل الارقام بحيث انها تتناسب مع الشكل العام للشيت بتاعي ويبقى شكلها كويس، وكمان اطلع كل الداتا اللي فيها.